لو انت من الناس اللي ظروفها حكمت انها تتمرن قبل الفطار في رمضان وعاوز تعلي من ادائك الرياضي، يبقى الفيديو ده معمول ليك. وقبل ما اقولك صلي على النبي الاول خلينا متفقين ان انت ادائك في الفتره دي مش هيكون زي تمرينك بعد الفطار. اول حاجه انك دايما تتاكد انك بتشرب الميه والسوائل بتدخلها جسمك كل يوم بكميه مظبوطه. اهتم دايما بوجبه السحور، ودي اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، وبالذات انك تكون مهتم فيها بالكرب اللي بياخد وقت اطول في الهضم، كان بقى الرز البسمتي او الفول. وكمان تكون مدخل قبل اليوم ده في وجبه السحور مصادر البروتين زي الجبنه القريش ومنتجات الالبان. اخر حاجه بقى واهمها انك تاخد بالك من شده تمرينك علشان ما يحصلكش اي جفاف. ومن اهم الحاجات اللي تاخد بالك منها ان انت ما يكونش عندك اي تاريخ مرضي، ان كان الضغط او انك انت تكون مريض بالقلب. ودايما خلي الشده بتاعتك لو انت بتتمرن حديد من 50% لحد 60% من اقصى وزن تقدر تشيله. طبعا كل ده بتحدده على حسب مستواك واصل لفين. ولو انت عاوز تحسن من ادائك في الملعب، حاول تهتم بتمارين التحمل اللي بتكون شدتها خفيفه، يعني ما تحاولش تنط او انك تجري بسرعه عاليه. ودي كانت كل حاجة في الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا كويس.